بس خد جاكيت. احنا ابتدينا بس خد البلطو بتاعي. الناس اصفار. اسمع اللي بقول لك. بس احنا لايف على فكره البسه. دلوقتي. ايه ده؟ ايه؟ احنا لايف دلوقتي طيب. بس لسه الناس ما دخلتش. على الهوا. لسه صفر. حلو. تاخد تلبس بقى السد. احنا الهوا. عندنا دلوقتي 2000 شخص والناس عم بتقول لك يا هلا يا هلا يا هلا. وواحد كتب تعليق اول واحد. في ناس يعني انت ممكن تتكلم عادي دلوقتي بس مش بالاشاره يعني. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. منور يا غالي. والله انتوا اللي منورين بس هلو 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 هلو. انت شايف نفسك هنا يا ريس؟ شايف اجرب لك شويه فلاتر. عارف الفلاتر بتاعت وريني. ماشي وتقول لي ايه افضل فلتر. اوكي. ماشي. اي والله اي والله والله حشونا الحبايب والله وعيون ايه الفلتر ده؟ ايه رايك؟ والله فين هو؟ لسه ما جاليش. لسه ما جالكش؟ لا يا راجل بس كلام فاضي. اوعى تعمل كده. ماشي عيب كده عيب. ده كلام. طب ده شوفوا الفلتر ده. ولا ده برضو عيب يا راجل. يا راجل كبير. ايه الكلام الفاضي ده؟ شيله عليه. ده لذيذ. ده لذيذ؟ ده لذيذ قوي. مساء الخير. الله ده لذيذ قوي. في فلتر تاني بتاع الجوكر. انت عارف الجوكر؟ طبعا. ايه ظهر عندك؟ لا لسه. يس ده حلو ده. ده حلو ده قوي. شوف بقى ده. سلام عليكم. سلام عليكم. شوف ده بقى. ده شبه التاني. يا اخي الله يخليك خلينا بشكلنا الطبيعي. خليها شكلها طبيعي. الناس بقى تهل. اهلا وسهلا. عندنا 11000 في اللايف وهنبتدي نقرا الكومنتات. عايزين الناس تسال ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ لا عايزين نبتدي الناس تسالك. اول نتكلم عن فيلم نبيل الجميل. اولا مساء الخير وكل سنه وحضراتكم طيبين ولقاء جديد مره واحده في العام في اللايف الجامد جدا اللي بيسعدني انا شخصيا ان انا بقعد معاكم كلكم. اولا اللايف ده معمول علشان الفيلم الجديد اللي هو نبيل الجميل اخصائي تجميل. حبيت شخصية دكتور التجميل وحبيت ألعبها لما يتعرض له من مواقف كتيرة جدا جدا جدا. دي تهمني بالنسبة للكوميديا. وحاجة تانية ان بنقول على مستوى الحياة كلها والكوكب ان في بعض الناس محتاجة تعمل تجميل من جوه مش من بره. الاهتمام من بره مهم ولكن لحدود. وكده معنى بسيط جميل من خلال فيلم ان شاء الله الهدف الاول منه الضحك. يعني انا واحنا بنكتبه يعني نوينا كده كوميديا لان كلنا عايزين نضحك اكيد ونشوف فيلم ان شاء الله يعجبكم. انا ما ينفعش اقعد اقول فيلم حلو او مش عارف يعني بتكسف اقول كده الحقيقه. ولكن كلنا اجتهدنا من اول المخرج المبدع خالد مرعي والشباب اللي كتبوا معانا الفيلم امين جمال ومحرز والكوكبه الجميله من اخواتي بقى واصحابي الممثلين النجوم الجمال. لكل واحد ان شاء الله هنخرج بيه بطل في الفيلم ودوره مهم وعامل مجهود جميل قوي. كلهم دمهم خفيف زي الشربات. وفيلم ان شاء الله يا رب باذن الله يعجبكم. اهلا وسهلا. الفيلم هينزل امتى؟ الفيلم هينزل ان شاء الله يوم 28 اللي هو ايام خلاص. اللي هو بعد بكره. اللي هو بعد بكره فعلا ان شاء الله. وباذن الرحمن ان شاء الله تتبسطوا تخرجوا مبسوطين باذن الله. انت واحد جميل وحلو وانا بحبك قوي يا فنان وليد جمال. ربنا يخليك ربنا يخليك يا اخي. انت واحد جميل كمان والله. واحد بيقول لك هل فيلم نبيل الجميل بمستوى كوميدي فول الصين العظيم هاني ان شاء الله نتمنى ذلك لان هو فيلم كوميديا من الموقف من السيتويشن مش افيهات كده ملهاش علاقه بالموضوع.
لا ما بحبش، لازم يبقى في حدوته، حدوته جميله تعجب الساده المشاهدين وبسيطه، خدت بالك. والكوميديا طبعا مكتوبه ومعموله الحمد لله بشكل كويس. المخرج بيتر ميمي معانا في اللايف. تعرف ان بيتر من اكبر جماهيرك، يعني بيتر بيحبك جدا، على طول بيشكر فيك يعني. انا هو عارف، وانا هو قعدنا مع بعض وكلمته، انا من اشد المعجبين بيه كمخرج. يا حبيبي يا بيتر، جود لك، كل اللي بتعمله جميل، ربنا يوفقك. الفيلم الجديد اسمه ايه مع انك لسه قايل اسمه؟ الفيلم الجميل اسمه نبيل الجميل اخصائي تجميل. واحد بيقول لك العضل الجديد اللي عندك ده حقيقي ولا فلتر؟ لا بتاعي اهو. فين، في الفيلم ولا عندنا لا دلوقتي؟ عندك في العموم دلوقتي. لا عضل بتاعي لسه طالع من الجيم. بيقول لك الفيلم، في واحد بيقول لك هو يعني مش واثق هل الفيلم هينزل عندهم ولا لا، فبيقول لك هل الفيلم هينزل عندنا في المحله الكبرى؟ هينزل يا فندم. هيوصل المحله الكبرى طبعا المحله الكبرى وطنطا وكله. محتاجين حضرتك تعمل شخصيه الصعيدي مره ثانيه يا فنان ان شاء الله. وفي شخصيه صعيدي جايه قريبه جدا، اتكتبت خلاص. طب الفيلم يسمعه ازاي ومنين؟ هو عايز يسمعه مش عايز يشوفه. مش عايز تشوفه؟ عايز يسمعه. تسمعه ان شاء الله. في اي راديو هيذيع الفيلم او حاجه زي كده؟ لا ما اعتقدش، بس احنا ممكن نبعته لك. بيقول لك اللايف بتاعك خليل بلوشي امتى؟ استاذ خليل بلوشي. يا حبيبي يا استاذ خليل، يعني هانت خلاص، هانت. واحد بيقول لك وحشنا تمثيلك زي افلامك زي صعيدي في الجامعه الامريكيه وجاءنا البيان التالي. هل الفيلم ده هيكون زيهم؟ باذن الله، اتمنى ذلك. الفيلم ده حدوته مكتوبه كويس، اخرجها مخرج كويس جدا، واشتغل فيها مجموعه من الابطال اللي حضراتكم بتحبوهم، فكل واحد اجتهد علشان يا رب انتوا تنبسطوا باذن الله. واحد بيقول لك ممكن تحولني، تعمل لي عمليه تجميل وتحولني زي بيج رامي؟ لا، ما هو احنا بقى في الفيلم بنقول ان احنا ما بنحولش حد. ما بنغيرش خلقة ربنا. يعني ممكن ننفخ لك عضلة من بيج رامي، عضلتين، عارف، لكن بيج بالكامل رامي صعب. صعب. تحية من اهل العراق للفنان الكبير، الفيلم هينزل في العراق؟ تحياتي لاهل العراق. طبعا هينزل، وان شاء الله اتشرف واجي اعمل افتتاح في بغداد باذن الله. النضاره دي نظر ولا ستايل كده؟ لا هي الحقيقه نظر، بس الحمد لله طلعت ستايل. هي نظر للقرايه وكده يعني. واحد بيقول لك الفيلم هيتسرب امتى؟ هو شكله اتسرب. ربنا يستر يا اخي. هل ممكن تكرر تجربه سوبر هنيدي تاني؟ يس، ممكن جدا. قريب؟ هل في خطه ان انت تكرر تجربه سوبر هنيدي؟ في خطه، بس ما تقولش لحد. يعني في خطه يعني ممكن يتعملوا فيلم سينما قوي جدا ان شاء الله. موجود الفيلم في جده؟ طبعا، وانا جاي ان شاء الله، جاي جده وجاي الرياض باذن الله. قول لي بحبك جدا يا فنان بيبو احمد. بيبو، بحبك جدا يا بيبو. لا بيقول لك ايه، بيقول لي بحبك جدا يا فنان. انا اقول له هو انا مش عارف هو قصده انت أوكي. الفنان ولا هو الفنان؟ ما اعرفش، يعني نقولها مره بحبك جدا يا فنان، ومره بحبك يا بيبو. ممكن تقليد صوت الخالة نوسة؟ والله الخالة نوسة تصدق انها وحشتني جدا 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 جدا. لكن طيب، انت اسمك ايه؟ ها؟ ولا رحت فين؟ قول افيه فاكره الخالة نوسة. خالة نوسة طبعا، خالة نوسة يعني ليها حاجات كتير، بس احلاهم والله يعني انت روحي. منور صاحب الفضل برسم البسمة. ربنا يخليك يا اخي، ربنا يخليك. تحية من اهل المغرب، رأيك ايه في اللي عملته المغرب في كأس العالم؟ الله اكبر، المغرب شرفتنا كلنا. يا سلام، المغرب شرفت الكرة العربية طبعا. مليون برافو للمغرب. واحد بيقول لك طول حضرتك كام سنتي؟ والله في ناس بتقول 74، في ناس بتقول 101، يعني عارف، بس الحاجات دي بتفرق مع الصيف والشتاء والرطوبة، بتختلف يعني. واحد بيقول لك مش ناوي تعمل برامج مقالب وتقطع على رمز؟ لا والله، يعني هو رموز شغال في الموضوع ده جميل، وهو بيحب الموضوع ده والناس بتحبه، لكن انا اصلا يعني انا بخاف من المقالب، اروح انا اعمل في الناس مقالب، لا. واحد بيقول لك قول لامجد بالسلام عبد السلام تروح وترجع بالسلامه، هو رايح ليبيا ماشي. اسمه امجد عبد السلام. ورايح ليبيا ماشي. ورايح ليبيا ماشي. يا اخي الله يحفظك في الطريق، يا رب توصل بالسلام. اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي يا فندم، بحب الاهلي. منور الكوكب كله مجرد ضرب التبان. ام هاشم زيابات. الله يخليك كده، ضرب الدبانه منور بيك والله.
بيقول لك واحده تحيه من دوله الاسكندريه. اهلا وسهلا. امتى ايه اخر مره رحت اسكندريه؟ اخر مره رحت اسكندريه 2 بالظبط، لان اسكندريه بالتحديد ما اقدرش استغنى عنها هي. مين هياخد الدوري يا فنان؟ والله اللي هيلعب احسن باذن الله ويتماسك احسن، عارف لسه البطوله شغاله وهنسعد بفرق كتير يعني. ادينا حته رمضان مبروك بالعالمين. اللهم صل على النبي. حته منين يعني؟ يعني قلد شخصيه رمضان مبروك بالعالمين. ايوه انا معاك في الكلام اهو. انت اولا تقول لي انت اسمك ايه وبلدك منين وابن عيله مين، وبعد كده اتكلم معاك. فهمت ولا ما فهمتش؟ واحده بقى مسا مسا يا رؤوف. مسا الله يمسيك بالخير. الله مسا مسا عباين قولها تاني. قول في كلام بتاع السلام. مسا مسا عقوف، مسا مسا عباين. ايه اصعب مقلب كان اتعمل فيك من رامز؟ اصعب مقلب بتاع الطياره. بتاع الطياره يعني الطياره علشان في 3-4 دقايق كده يعني ربنا ما يوريهم لحد والحمد لله. ايه اخر مره رحت دمنهور؟ اخر مره رحت دمنهور لا سنين بقى يعني، الكلام ده ايام الجامعه وكده. كفايه. الجزائر بنحبك كفنان، الفيلم مش هينزل في الجزائر؟ ان شاء الله ينزل في الجزائر وشمال افريقيا كله، وانا والله بحبكم. واحد بيقول لك هنيدي انت مش فنان، انت كتاب من الفن. الله يخليك الله يخليك. مش هتعمل جزء تاني من صعيدي في الجامعه الامريكيه؟ باذن الله هنعمل والله ان شاء الله. في افلام معينه نفسك تعمل منها اجزاء تانية من افلامك، او شخصيات معينه ناوي تعمل لها يعني اللي بفكر فيه دايما ما يغيبش عن الناس كتير. رمضان مبروك. رمضان مبروك عليك. بحبه جدا وبفضل الله الناس بتحبه، ممكن يعني تشوفه في اكتر من حاجه ان شاء الله. مش ناوي تعمل مسلسلات قريب؟ باذن الله، بس يعني لو عملت مش هعمل اكتر من 15 حلقه، بيبقوا احلى ومشدودين كده. واحد بيقول لك ايه اخر مره رحت المنوفيه؟ اخر مره رحت المنوفيه كنت في اولى اعدادي، وكنت رحنا سنتريس، رحنا لعبنا ماتش كوره. كويس فكرتني والله. وبعد كده لما رحنا لعبنا الفرقه اللي مستضيفانا في سنتريس ناس كرمه قوي، فعملوا لنا فطير واكلونا قبل الماتش، ونزلنا خدنا 14 واحد وهم ما كلوش. واحد بيقول لك انا بقيت بحلم باخ نبيل الجميل اخصائي تجميل. يا رب ادعي لي يا اخي ان شاء الله يعجبك ويعجب الناس باذن الله. واحد بيقول لك كاتش كادري في القالول. كمان ننا. قول محي الشباب يا سلام. لا فاكر المشهد نفسه اللي قلت فيه محي؟ المشهد انا والبنت؟ قول لي محي الله قوليها كده تاني. محي. عندك اعمال جديده في رمضان الجاي؟ رمضان ما اعتقدش ان شاء الله، عشان احنا خدنا وقت في تصوير الفيلم وعندنا بقى متابعه الفيلم وكده، فناخد اجازه في رمضان ان شاء الله. عاوزينك تنزل الشرقيه يا فنان، بلد الرجوله والكرم. طبعا طبعا طبعا، ونزلتها كتير وليا اصحاب كتير ان شاء الله قريب. جميل جدا. انا بحبك جدا جانا محمد. شكرا يا جانا. واحد بيقول لك انت ضربت تريبل اتش بجد؟ ده انا كلت علقه موت وقلبت عليه الاوتيل ساعتها، الناس اتلمت بس كبرت دماغي يعني. ايه اخر مره رحت فيها بنها 6-7 سنين كده. وخليل البلوشي دلوقتي معانا في اللايف تاني. اللي هو اول مره يدخل مش تاني يعني، فاهم؟ حبيبي هو عمال يقلش علينا بس الكلام مش ظاهر، وبيتحداك وبيقول لك ان هو هيغيرك في التحدي اللايف الجاي، وبيقول لك دي خلاص محسومه يعني. لا راجع نفسك يا خليل، راجع نفسك في التفكير. يعني تتوقع مين اللي هيكسب يوم يعني اللايف لما نحدد ميعاده، يعني اللي هو غالبا 30 او 31؟ مين هيكسب، انا ولا خليل؟ يعني معروفه صح؟ اعوذ بالله من قول انا يعني خليل طبعا. خليل. همام في امستردام ممكن يتعمل له جزء تاني ونشوف نجاح همام هناك في امستردام. همام ممكن يتعمل له جزء تاني، مع ان الجزء الاول همام وصل لهدفه خلاص، بس لو عملناه هنشوفه بقى دلوقتي في سنه الطبيعي من ساعه الفيلم، وبقى ايه ممكن يكون فشل تاني. ما اعتقدش، لا اللي زي همام بيبقى اسطوره. ازاي خضر دخل الجيش؟ والله مش عارف، ده انا ضحكت ضحك في الموضوع ده، واحمد عبد الله المؤلف اقنعني انه صح بس نسيت يعني. بالظبط.
عاوزينك تيجي سوهاج يا نجم، ما بتجيش الصعيد ليه؟ يا عم نيجي الصعيد ويشرفنا، على راسنا الصعيد كله. احسن واحد بيعمل كوميديا في مصر واكتر واحد بحبه. اللهم لك الحمد حبيبي. الفيوم، اهل الفيوم بيقولوا لك مش سلام. نركز الفيوم. لا جيت الفيوم وصورت من كام سنه، انبسطت جدا وكلت بط وكانت الحياة. مين الافضل، كريستيانو ولا كريستيانو رونالدو ولا ميسي؟ ده سؤال يعني فيه شعره كده، خدت بالك؟ هتلاقي الاثنين في الاخر بيكملوا اسطورتين، يعني ما اعتقدش يكرروا تاني. طب واحد بيقول لك لو انت هتشوف رونالدو قدامك دلوقتي هتقول له ايه بعد النهايه المأساويه في ولا اي حاجه، اقول له اهدى كده وعادي، وياما خدت بطولات وبنشرب قهوه عادي، يعني خد الموضوع ببساطه يا رونالدو، يعني مش معقول. هتطبطب عليه؟ طبطب عليه ايه؟ ده الناس كلها بتطبطب عليه، ده من الناس اللي يمكن هتتنسي. وميسي نفس الحكايه. زعلت عليه لما البرتغال خرجت بلدي؟ طبعا هو كان نفس الامل اللي عند ميسي ان ياخد ببلده كاس عالم، فرونالدو يعني فاهمني. لكن بعيدا عن كاس العالم ده او اللي فات، الاثنين دول امتعوا الناس كتير قوي 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 يعني. واحد بيقول لك عمرك جيت الجيزه؟ انا من الجيزه يا معلم. دي بلدي. واحد بيقول لك تعالى طنط، كل مره سنه بتقول ان انت لا جاي وما السنه دي، بتجيش. لا السنه دي باذن الله جاي. اكيد جاي طنطا باذن الله ان شاء الله. هتروح السيد البدوي؟ يا سلام ان شاء الله. واحد يوم جميل كده عندك. واحد بيقول لك فول الصين العظيم، افتكر اي اف منه. يوم ورا يوم حبيبي ما جاني نوم، حبيبي ما جاني نوم، انا دي. يا سلام يا سلام. ما كنت بغير. الله. دسوق، تعرف دسوق مشهوره بايه يا ريس؟ بسيدي ابراهيم الدسوقي. لا اكل. اكل. لا. مشهوره بالفسيخ. واحد بيقول لك تعالى عندنا ناكلك فسيخ. يلا بينا. يلا بينا. سؤال بجد، عاوز اجابه. خروج عن النص ناحيه الاباندا كان متفق عليها ولا كان ايه؟ لا مجرد لا خروج. اولا ما كناش بنخرج بره الروايه، كنا بنخرج بره المكتوب بس في اطار المشهد. كل ده بيبقى على الهوا كده، وتفاعل مع الجمهور وكرم من ربنا عارف. فمعظم الحاجات اللي كانت بتطلع كل يوم لا طبعا مش متفق عليها. واحد بيقول لك هل الانس والنمس ليه جزء تاني؟ احتمال. بص بامانه انا بحبك والله يا اخي بامانه، والله يسعد الله من غير ما اعرفك انا بحبك. واحد بيقول لك مش هتيجي دار السلام؟ نيجي دار السلام. تعرف دار السلام فين؟ يا عم هو انت وانا منين انا؟ انا يعني مشيت في كل شوارعها وحواريها كلها الحمد لله. واحد بيقول لك ايوه منين من الجيزه بقى؟ من الجيزه ايه؟ من محافظه الجيزه. منين؟ منين؟ هو عايز بقى يعرف عنوانك، يعني قول له عنوانك. عنواني القديم ولا اللي انا قاعد فيه دلوقتي؟ لا اللي انت قاعد فيه دلوقتي عشان شوف يجيلك. اللي انت عايزه وابعته لك حالا على التليفون وشير لوكيشن. واحد بيقول لك قول لنا حاجه بقى من امير البحار تكون فاكرها. نعم، بس على الله محدش يلطشني بالقلم. امير البحار ده حبيبي، لان انا بحب الفيلم وانا عملته عشان بحب البحر، خدت بالك؟ فالحمد لله. ممكن نشوف اكاديميه هنيدي للفنون والمسرح، لتعليم الفنون والمسرح؟ انت بتتكلم في حاجه مشروع بيدرس على فكره، ان شاء الله ان شاء الله. مش هتيجي الاسماعيليه؟ نيجي اسماعيليه يا عم وناكل مانجا وننبسط وسمك طبعا. اشمون، تحب تقول ايه الاشمون؟ اجدع ناس اشمون. ايه اخر مره رحت دمياط؟ رحت دمياط كنت في اولى جامعه. طبعا الناس بتكتب لك كل الاماكن بتاعتها. عملت ايه في اولى جامعه؟ اولى جامعه كنت انا وصاحبي في بورسعيد، وبعد كده رحنا قعدنا عنده في المنصوره، واحنا في الطريق قضينا يوم في دمياط. مش هتيجي، مش واحد بيقول لك مش هتيجي البحيره؟ نيجي البحيره. يا سلام، قول لي بس انت فين في البحيره؟ والصعيد، ايه اخر مره رحت الصعيد؟ يا عمي انا بحب الصعيد حب يعني مش قادر اقول لك، ده سبب سعد الصعيد وصعيدي في الجامعه الامريكيه من حبي في الشخصيه الصعيديه. فانا ان شاء الله باذن الرحمن اللي ناويه اعرض مسرح في الصعيد باذن الله. واحد بيقول لي اساله انت بتعرف تلعب شطرنج ولا لا؟ لا خالص، وما احبش الناس اللي بتلعب. طب إيه؟ يعني كانوا اصحابي وبتاع بيلعبوا شطرنج، ما يعني عارف موضوع فاهم. لا ما حاولتش حتى والله، يعني عرفت القواعد وبتاع بس ما لعبتهاش. ايه اللعبه اللي بتعرف تلعبها؟ اللعبه اللي بعرف العبها طبعا الكوتشينه. بس الكوتشينه؟ والطاوله. واحد بيقول لي يا شيخ قول له بحبك ليافع يخرب حضك زنده بار مش عارف اقرا كلامه بس فاهم. نزلت المنوفيه قبل كده؟
يا جدع كتير بقول لك، ورحنا سنتريس واتغلبنا عشان انا لسه غالب حكيها. احكي لهم تاني بتاعت بتاع المنافيه سنتريس. ده، احكي له يا تاني. عمي احنا كنا رايحين نلعبهم كوره، واول ما رحنا فاستضافونا الحقيقه والكرم، وقعدوا ياكلونا، فقلنا لهم لا ناكل بعد الماتش، قالوا لنا لا ده واجبكم وبتاع، فده ضربنا فطير بقى وكل الحاجات، وهم ما كانوش بياكلوا معانا. اول ما نزلنا طبعا اتغلبنا مش عارف 14 يعني، بهدلنا يعني، بس قضينا يوم جميل وناس جميله وناس طيبه وكرم. فاكر حمو، حكايه حمو بتاع اسكندريه؟ يا سلام. ممكن تحكي لهم الحكايه بتاعت حمو حمو اللي هو اسكندريه؟ ايه اللي بتاع الصور بتاع الصور. ولا بتاع ايه؟ لا بتاع الصور. فكر. اللي هو يا آه. سلام عبد الحليم حافظ. اه لا لا صور عبد الحليم حافظ. احكيها لهم احكيها لهم، لازم تحكي لهم حكايه حمو. انا كنت عند قرايبي في ابو قير في اسكندريه، ونازل هركب سوبر جيت من محطه الرمل ومروح، وكان فاضل معايا ايه 10 جنيه بس. كويس، 10 جنيه قطعت بيها التذكره بتاعت السوبر جيت وقتها، مش عارف 5 ولا 4 حاجه كده، ومعايا 6 جنيه يعيشوني كويس واتغدى وبتاع. فخدت كانوا 7 جنيه باين، فرحت لقيت واحد على البحر كده قدام محطه الرمل، قلت عبال ما يجي الاتوبيس يعني بيصور الناس، فانا بحب التصوير والحاجات، وانا كنت في اولى ثانوي لسه، ولا تمثيل في دماغي ولا اي حاجه. فرحت قلت له انا عايز اتصور، قال لي تعالى بقى، فاكر صوره عبد الحليم حافظ في في يوم في شهر في السنه؟ قلت له اه طبعا، الفيلم العظيم ده. كانت الموجه بتخبط في الصخره وورا الاستاذ عبد الحليم كده، قلت له يلا بينا. بس قال لي اقف يا حمو، ادي وشك البحر يا حمو، يصور والموجه، يلا يا حمو يلا يا حمو. المهم قلت له حسابك كام؟ قال لي 10 جنيه. قلت له انا معيش الا 7 جنيه. قال لي يلا انا حبيتك ولا حبيتك. راح مديني وصل، قال لي يا حمو نص ساعه وهتروح هنا في شارع السبع بنات تستلم الصور. قلت له تمام، واركب الاتوبيس اروح على طول. رحت وانا طبعا معيش ولا قرش، رحت طالع بالوصل عشان اخد الصور. فتح لي راجل لابس فانيلا حمالات كده، ولابس البتاع بتاع المتر بتاعت الترزي ده، هو محل ترزي. قال لي عايز ايه ولا قلت له الصور. قال لي الصور؟ الله يخرب بيتك يا اسماعيل، امشي يلا من هنا يلا. وروحت بقى بكى رهيب، مش على الفلوس، علشان الصور كانت حلوه قوي قوي. واحد بيقول لك احمد القاصي، بيقول لك مين النجم اللي انت نفسك تمثل معاه؟ انا قلتها كذا مره الحقيقه يعني، نفسي امثل مع الموهبه العظيمه الاستاذ يحيى الفخراني طبعا. هل في مسرح، المسرح اللي هتعمله ممكن تعمل مسرح في سوهاج؟ اجي اعرف في سوهاج طبعا. من الصعيد في مسارح كتيره حلوه، وفي الجامعات وبتاع، اللي راحوا قالوا لي كده يعني، فانا عايز اروح للناس الطيبه دي. نزلت كم مره الاقصر؟ الاقصر لا انا مش نزلت، انا عشت فيها شهر، صورت الفيلم بتاع عسكر في المعسكر. مين الفنان اللي اكتشف هنيدي؟ الله اكبر. بص، هو حته الاكتشاف ديت ان انت تبقى مثلا بتشتغل مهندس، وواحد يجي يكتشف فيك ان انت فاهمني ان انت ممثل، فهي مش اكتشاف، هي مين اللي امن بيك في الاول وحس ان انت كويس وقف في ظهرك. الحقيقه كتير قوي، من الاستاذ فريد شوقي لاساتذه كتير جدا يعني، مش عايز انسى حد. فكانت النعمه الكبيره من رب العالمين ان محدش ضايقني الحقيقه يعني، ومحدش قال لي مش عارف ايه، لا كلهم فرحوا بيا، وكل اللي اشتغلت معاهم يعني اقول ايه، بشكرهم جدا. فاكر واحد بيقول لك دي حاجه انا ما اعرفهاش، بس بيقول لك فاكر اختبارات نادي الاولمبي كابتن بوري؟ دي حاجه انت تعرفها؟ في قصه او حاجه زي كده انت حكيتها قبل معرفش، كده؟ ممكن اكون اختبرت ولا ايه، بس انا فاكر ان انا زمان اختبرت في نادي الزمالك. بس نادي الزمالك، وايه اللي حصل؟ اللي حصل كنا كتير قوي يعني، المدرج كان مليان، وهياخدوا هم عدد بسيط 20 ولا حاجه. نزلت الحمد لله، كان وقتها الكابتن الكبير حماده الشرقاوي رحمه الله عليه ماسك الاشبال في نادي الزمالك، ونزلت لعبت كورتين بالظبط يعني، كوره استلمتها وبصيتها صح، والتانيه بصيتها حلو، فقال لي لا تعالى بس. وقعدت في نادي الزمالك 5 سنين. واحد بيقول لك لو علاء ولي الدين، لو هتفتكر موقف كوميدي معاه دلوقتي بينك وبينه، ايه اول موقف ممكن يجي على دماغك؟ بص هي بص يعني حياتنا انا وعلاء كانت كل يوم مليانه ضحك يعني، فاهمني، فمش هقدر افتكر موقف او اعرف، لكن متشكر ان انت ذكرته يا اخي. طب انت فاكر يعني، لو انا فاكر موقف ان انتوا كنتوا قبل ما تتشهروا كنتوا بتروحوا كل المهرجانات؟ طبعا يعني اي حاجه، مهرجان ايه سينما، السبب؟ مهرجان مصر، عشان بس نحس ان احنا فنانين، واحنا ملناش لازمه ولا حد يعرفنا، نروح ناكل البدل ونروح
مفيش في جيبنا 4 جنيه ونروح نقعد في وسط السينمائيين كده. ده كان كتير بيحصل الموضوع ده. ايه افضل 3 لاعبين في التاريخ في مصر؟ لو تقول في مصر. اوه لا، ما حرام 3 بس، حرام. طب افضل 5. معلش يعني ايه طب اكتر 3 لاعبين شايفهم موهوبين؟ لا، المواهب طبعا يعني. بص، خلينا نتكلم على اللي بيلعبوا دلوقتي على الاقل. تمام. يعني اللي اعتزلوا كتير، موهوبين كتير، بس في موهبة كده يعني مش انا بس اللي بستمتع بيها، لا، يمكن الشعب العربي كله، وهو شيكابالا. شيكابالا حالة خاصة جدا يا جماعة. طب افضل 3 لاعبين في التاريخ على مستوى العالم. العالم التاريخ. في التاريخ طبعا مش ممكن هتنسى. رقم 1 على طول مارادونا، ميسي، رونالدو. وبيليه اكيد. هندخلهم في ال3 ولا لا؟ والله يخليه يعني الاب الروحي. عمرك جيت الغربيه؟ لا والله لسه ما جيتش الغربيه. واحد بيقول لك ممكن تحكي لنا قصه حب وانت صغير؟ قصة حب كانت، عارف، كتير، وبكتب جوابات ومش عارف ايه، واخوها يعرف ونتضرب، وكانت حكايات هل في عجيبة. قصه انت فاكرها؟ والله فاكر كله بس مش عايز احكي، فاهم؟ بس احكي الفترة نفسها. الفترة كنا عيال بقى، وكل شوية دي حبيبتي ومش دي حبيبتي، وتكتب جوابات وتتقفش وتاكل بالاقلام. الله. طب فاكر حاجه موقف بينك وبين الاستاذ عادل امام وبالذات في ايام بخيت وعديله؟ طبعا فاكر كتير. هقول لك حاجة بس، ان الفيلم صورت وخلصت ومشيت وبتاع، وفجأة لقيتهم بيكلموني قالوا لي تعالى الأستاذ عادل حطك في الفينال. دي وقتها كانت حاجة عظيمة يعني، فاهم؟ رحت رايح اللي هو المشهد المجنون الأخير دوت، وكان الأستاذ عادل مهتم بيا جدا، وهو اللي اقترح المشهد واقترح الإفيه. فدي أيام ما تتنسيش تماما. ممكن تعمل دور رئيس كوريا الشماليه؟ طبعا اعمله جدا، كوميدي مود. خد بالك ان هو لما اتعمل في امريكا بدات كوريا الشماليه تهدد الامريكان وبدات تضرب السيرفرات الامريكيه بتاعتهم. خلاص مش اعمله ليه يعني؟ وبدات كذا، فاهم؟ وبدات تهدد الفنانين باغتيال والجو ده. انا لا اعمل هذا الدور. انا مالي. تحياتنا لرئيس كوريا الشماليه. بتشجع مين في الدوري الانجليزي؟ بشجع في الدوري الانجليزي ليفربول اكيد يعني. في حد بقى فكرنا كابتن بوري من فيلم اسماعيليه رايح جاي. ايوه برافو عليك. ايوه كده. يعني مش فاكر كابتن بوري؟ لا كده افتكرت كابتن بوري طبعا. هنيدي، هل لعبت كرة طائرة من قبل او كرة سلة؟ طبعا لعبت بجد مش هزار، بس اللي هو يعني عارف مش احترفت يعني ولا لعبت في نادي، بس اكيد لعبت طايرة على البحر بتاع، وهم كورتين وتمام، واضرب سيرف حلو. بص انا بجيد الحمد لله اي لعبة بمضرب تلاقيني بحبها. الزمالك هياخد الدوري السنة دي ولا لا؟ باذن الله. واحد بيقول لك لسه تاني، يعني الناس عماله تسال على الدوري، مين اللي هياخد الدوري السنه دي؟ انا اتمنى الزمالك، ولكن الملعب مفتوح والدوري حلو وكل الفرق حلوه جدا. ليه ما تعملش كرتون اطفالي غير تاني غير سوبر هنيدي؟ والله يعني كل ده اللي حضراتكم بتقولوه موجود، بس يعني عارف بنعمل حاجه بعد حاجه ان شاء الله. ليه انت بتتضرب بس؟ ليه عمرنا ما شفناك بتضرب؟ عشان مستحيل ابقى بكذب عليك. اضرب ازاي يعني؟ لا يا فندم، كوميديان ما يضربش. كوميديان يتضرب عشان يصعب على الناس. واحد بيقول لك ايه، انت صغرت كده ليه؟ يمكن انا قاعد غلط. اعمل كده كبرت خلاص. تمام. ارجع كده عشان نجيب سنك الحقيقي. كده؟ لا تاني كده خلاص تمام. اوكي. تعرف حمو بيكا يا نجم؟ طبعا. رحت المدينة المنورة كم مرة؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. لا يعني كتير، ما تبقاش في عدد يعني ان شاء الله. ما حدش شاف بقى يا جدعان من فيلم ايه؟ اللي فيه ده من فيلم ايه؟ وش اجرام. يا سلام. ممكن تقلد في خالتي نعيمة؟ ما قلدناها من شويه. لا احنا خلينا النوس. خالة نعيمة بقى.
يعني خليها ما تيجي معايا بس. طب رمضان مبروك بالعالمين. ما احنا لسه عاملين رمضان مبروك. يعني مبروك على ايه؟ والله. طب شوف بس الاسئله الجميله. ممكن ده بقى السؤال اللي يتسأل لك كتير ويتسأل كتير جدا وانت ما جاوبتهوش، ممكن اعرف سر الخاتم المقلوب ورد الناس الخاتم؟ هو خاتم وبقى انا بقلبه بس عشان في حجر ما يتجرحش، هي دي القصه. اهو بس كده؟ طبعا. طب ممكن توريهم الخاتم أهو ولا مش خاتم ممكن؟ اهو بيتعمل كده انا لو لبست كده بخبط في اي حاجه بتاع. فانت الحجر عزيز عليك. حجر عقيق، والعقيق حاجه قيمه يعني. امتى اتعرفت على السقه؟ فاكر اول مره اتعرفت على السقه؟ يا الله يا عمي امتى ايه كتير قوي. لا امتى اول مره اتعرفت على السقه؟ او مثلا اول موقف فاكره معاه؟ لا اول موقف مش فاكره، لكن في ناس تانية فاكرها عشان السقا اصلا احنا نعرف بعض من زمان جدا يعني المعهد، اخويا وحبيبي. انت وعلاء ولي الدين كنت قبل ما تتعرفوا على بعض كنتوا بتكرهوا بعض، دي حاجه حقيقيه؟ لا مش بنكره بعض، هنكره بعض ازاي ما نعرفش بعض؟ هم الناس قعدت تقول لي في واد تخين كده ولذيذ اسمه علاء، وهم يقولوا له مش عارف ايه. المهم اتقابلنا في الكافيتيريا، ده كان اول لقاء بيني وبين علاء بتاعه معهد الفنون المسرحيه. وعلاء قعد يقول حاجات لغه عربيه وبتاع والناس تضحك، وانا قلت لهم دمه تقيل قوي. وهو كمان قال لهم ده مش لذيذ وبتاع. اليوم ده روحنا مع بعض بيتنا عندهم، وبعد كده خلاص ما سبناش. واحد بيقول لك ممكن تقلع الطاقيه، واحد تاني بقى بيقول لك ممكن تلبس طاقيه. يلا الله. بناتي صغيرين وبيحبوك جدا، امبارح كان بيتفرجوا على تيتا رهيبه ومبسوطين جدا. مش ناوي تعمل حاجه مباشره للاطفال، يعني مخصوصه للاطفال؟ ان شاء الله، دعواتك. يعني مسرحيه حاجه زي كده، ايه اللي في دماغك ممكن تيجي تعمله للاطفال؟ في حاجات كتير الحقيقه، بس المهم اصل شغل الاطفال يعني صعب جدا، ولازم عارف يتخدم كويس قوي في كل الجوانب يعني. واحد بيقول لك مش ناوي توزع 10 مليون تذكره هديه بمناسبه نبيل الجميل اخصائي تجميل؟ نوزع 15 يا سيدي دايما. ايه اكتر ممثل بيعجبك في الدراما؟ او يعني مش لازم قول اول واحد يجي على بالك دلوقتي. ازاي يعني؟ اكتر ممثل بيعجبك في الدراما؟ في الدراما في التراجيدي يعني؟ الله كتير يا اخي. واحد بيقول لك انا ما نجحت. فاكر احمد زكي؟ فاكر اي موقف لاحمد زكي؟ طبعا انا عملت مع الاستاذ احمد زكي فيلم اسمه البطل، فعاشرته كتير جدا جدا جدا، وصارت بينا اخوه يعني. كان راجل رحمه الله عليه، جميل جميل جميل. واحد بيقول لك انا ما ذاكرتش خالص ماشي لغايه دلوقتي والامتحان بكره، تفتكر هنجح هنيدي؟ يعني هقول لك ايه ازاي يعني؟ بيقول لك العلم يعني. ما هو برضه الدعاء ده لازم وراه مجهود. المهم يا ابني ربنا بص يعني ما تنامش بقى من دلوقتي، حاول تذاكر المهم، وبعد كده بقى انب نفسك على اللي انت عملته. ليه مفيش دبلجه الكرتون، افلام كرتون زي زمان يا هنيدي؟ لا في ان شاء الله قريب فيه. امتى هتيجي اسكندريه وتنورها؟ ده انا اللي تنور يا اخي، قريب جاي افتح الفيلم هناك باذن الله، نعمل يوم جميل في اسكندريه. هل ممكن تعمل فيلم خاص لخالة نوسة لوحدها بس؟ وارد جدا، لانه كاركتر الناس الحمد لله حبته، ويتكتب له حاجات كويسه. واحد بيقول لك ممكن تخلع النضاره؟ ليه؟ طبعا ممكن تلبس تحت تاني بقى بيقول لك ممكن تلبس النضاره؟ ليه مش هلبس النضاره؟ ايه اخر مره نزلت جمص؟ والله انا عايز اقول لك سر ان انا ما اتشرفتش، عمري ما رحت جمص ولا راس البر؟ ولا راس البر. انت تقول سنه جمصه وناس سنه راس البر، بدا في التمثيليه. لكن ان شاء الله نروح. واحد بيقول لك ممكن تديني كوبون شراء من كارفور بقيمه 50 جنيه؟ 52؟ لا 50 بس. 50 عيون. يلا شوف ابعتهم لك فين. في ناس كانت مفكراك ان انت هتتريق على تليفونات نوكيا في اللايف. يا عمي يا عم نوكيا انت عارف ان هي بتعمل اهم اول مصنع لتليفونات في الشرق الاوسط طبعا لشركه نوكيا. ربنا عليها كلنا. احنا بنهزر يا جماعه، ما حدش ياخد المواضيع بجد. الفيلم هينزل امتى في سينمات لندن؟ لندن؟ سؤال وجيه جدا، اعرف من الموزع واقول لكم. انت خريج كليه ايه؟ انا خريج المعهد العالي للسينما، اكاديميه الفنون المصريه.
مش ناوي تنزل طنطا ونأكلك مدلعة؟ ما احنا طنط خلاص حسمناها باذن الله جايين. حتى النظر إليك في البث المباشر ممتع وجميل. الله يخليك، الله يخليك. هنيدي انت جايب كام في الثانوية العامة؟ 57 ونص. مش ناوي تيجي امبابة بقى يا فنان؟ انا كل يوم في امبابه يا حبيبي. كل يوم في امبابة؟ انت بتقعد فين؟ انا ما بشوفكش. ان شاء الله. مين؟ احلى مسا عليك من فلسطين الابية. اهلا 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 بالغاليين. مفيش اي اخبار عن فيلم كينج سايز؟ كينج سايز؟ مم. لسه والله يعني. معلش. دورك في رمضان مبروك ابو العالمين حمودة كان جميل وواقعي جدا، وبالذات للفترة اللي عايشينها دلوقتي. للناس والتربية طبعا. عشان كده يعني كنت بقول من شوية ان ممكن نستدعي رمضان مبروك قريب ان شاء الله. ممكن تديني نصيحة يا هنيدي احسن موهبتي في التمثيل ازاي واوصل اللي انت وصلت له؟ النصيحة اولا انك تتأكد ان موهبتك حقيقية. هتتأكد ازاي؟ من اللي حواليك اللي يقولوا لك او لا. لقينا موهبة نبتدي بقى ننميها بالمشاهدة وبالقراية وعارف. لكن الاول نكون موهوبين عشان ما نمشيش في طريق غلط. ممكن نكون موهوبين في حاجة تانية واحنا مش واخدين بالنا. عايزين افيه، في اول افيه عليها بالك من فيلم يانا يا خالتي. اهلا 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 اهلا. يا حبيبي. اهلا اهلا. بطة. احلى سلام ليك من بغداد. يا حبايبي يا حبايبي. يا ريت ايدي اتشلت. فاكرها؟ هي ده يا ريتها كانت انشلت. بيقول لك صلاح دلوقتي جاب جون. الله 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 الله. ايه الخبر الحلو ده؟ مين اللي وراك في الصورة ده يا فنان اللي هناك اللي في البوستر الكبير ده؟ بص ده صورة كده بس دققت في وشه لقيته شبه احمد السقا. صورتها وهبعتها له. طولك كام متر يا فنان؟ ما قلنا 65. مش ناوي تجيلنا القناطر الخيرية ونعوم مع بعض؟ يا لهوي. عمري كله يا معلم وفسحي كلها والاعياد زي ما كانت القناطر. يا خرابي على القناطر وجمالها. وزة معاك ايفون 13 ولا ايفون 14 دلوقتي؟ 25. ايه اكتر افيه افيه من افيهاتك كان بيعلق معاك؟ مش عارف. بص يعني بستمتع بيه ممكن لما اسمعه او بتاع بس مفيش حاجه واحده يعني. قول له عبد القادر بيقول لك صلاح جاب جون تاني. مبروك لصلاح. شكرا يا عبد القادر. احلى سلام ليك من اهل اليمن. اهلا 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 باليمن السعيد. انت بتعرف تعوم ولا لا؟ جدا الحمد لله. بورسعيد، ما جيتش بورسعيد قبل كده؟ هشام سعيد بيسألك. لا جيت كتير يا حبيبي بورسعيد. ايام وليالي وبور فؤاد لا جينا كتير. بجد اسأله بينزل فين في امبابة وقول له يا ريت نجمع مرة مع حضرتك يا هنيدي بجد. ندى حسن. خلاص والله مش بهزر. عايزين بقى ننهي بما اننا النهارده عشان الناس تعرف تتفرج على فيلم، قصدي تتفرج على ماتش ليفربول، وتقول للناس كلمة أخيرة. استمتعوا بليفربول وإن شاء الله صلاح يجيب جون تاني ونلتقي إن شاء الله على محبة وخير. اوعى تنسوا نبيل